السلام عليكم، شلونكم متابعينا؟ يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. حبيبات، اليوم راح نسوي صنف حلويات. الليلة جمعة راح نهدي للثواب للأموات. شنو حلوياتنا اليوم؟ حلوياتنا تتكون من طبقتين. الطبقة الأولى راح أسويها وياكم حتى ما أسويها عليكم هسه. هنا عندي 4 أكواب حليب. 4 أكواب حليب. شنو راح نحتاج؟ راح نحتاج 3/4 الكوب سكر، نص ربع كوب طحين العادي، طحين عادي يعني مال الحلويات، طحين الصفر، وطحين تمن أو سميد. إذا عندك سميد استخدمي، وإذا ما عندك سميد استخدم طحين التمن نص كوب. بعد شنو عندنا هنا؟ ملعقتين أكل نشا أو فانيلا. هسه ايش راح نسوي؟ راح نضيف ملعقة الفانيلا، وراح نضيف المواد كلها الجافة ونخلطها ونصعدها على النار. حبيباتي هذا النشا. هسه راح اخلطها كلها سوا وراح اصعدها على النار، واقولكم بعد ارجع لكم بالخطوة الثانية. حبيباتي هسه بعد ما رفعناه على النار وصار هذا السخن، راح نحط له قطعة زبد. هاي قطعة الزبد راح نخليها حتى ينطينا شوية يعني مرونة من يبرد الخليط مالتنا. هسه وين راح نخلي الخليط هذا؟ طبعا هسه خلي اكمل وان شاء الله ارجع لكم بالخطوه. شوفوا عزيزاتي، هسه فرشنا بهاي الصينيه مالتنا او التبسي او اي شيء حسب المقدار اللي انت مسويته. فرشنا مبروش جوز الهند في الطبقه هالشكل سميكه، وراح ندير عليها الخليط اللي سويناه. بسم الله الرحمن الرحيم. عيوني هسه فرشنا الخليط مالتنا على كل الصينيه اللي كنا فارشيها بالمبروش. هسه راح نخليها تبرد تماما حتى نسوي ونرجع وياكم نسوي الطبقه الثانيه. حبيباتي هسه راح نسوي الطبقه الثانيه اللي نحتاج بها كوبين حليب، يعني او قلاصين، نص قلاص سكر. هذا نص قلاص سكر. شنو بعد؟ ملعقتين كبار نشا، وراح نحتاج كاسه قمر. أنا عندي هاي الكاسة كبيرة بس شوية ماخذين من عندها. وراح نحتاج فانيلا، وراح نحتاج صبغ غذائي فد ملعقة بطرف الملعقة يعني. هسه راح أخليه وتشوفوا هسه شنو راح نضيف. راح نضيف السكر زين عيوني، وراح نضيف النشا ملعقتين كبار، وراح نضيف الفانيلا. هاي الفانيلا زين عيني. وراح نضيف بطرف الملعقة صبغ غذائي احمر. هذا انت بعد حسب الذوق، ترديه احمر، ترديه مثل تسويها الطبقه العفو بالكاكاو، تخلين ملعقه كاكاو حتى تصير جوزي. تردين اللون اللي عندك بالبيت متوفر. انا طبعا عندي هواي الوان، عندي برتقالي وعندي بنفسجي وعندي والله هاي شوفوا هالالوان، بس اني اختاريت هذا برتقالي. البرتقالي عندي بنفسجي. هاي الالوان الغذائيه صحيه جدا. هاي هسه شنو راح ارفعها على النار، ولما تبرد جزء الطبقه كل زين راح نضيفها، يعني ارجع وياكم اضيفها. شوفوا عزيزاتي هسه بعد ما تخنت هاي الطبقه مالتنا اللي سويناها، راح نضيف لها كاسه القمر. راح اضيف كاسه القمر انا لان انا قاعد اصور. هسه فرشنا الطبقة هاي الخارجية الحمراء اللي قلت لكم أي لون يعجبكم سووها نخليها لما تبرد تماما ونرجع نقطعها وياكم إن شاء الله. شوفوا حبيباتي هذا الشكل النهائي للحلة اللي سويتها وياكم بالمبروش. باعوها ما شاء الله. شوفوا شلون قطعناها قطع، وهذا شكلها النهائي. شوفوا ما شاء الله. طبعا طعمها كلش طيب، وتنشال قطعة. إن شاء الله تكون وصفتنا لهذا اليوم نالت إعجابكم، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. طبعا انا هاي مرتبتها هالشكل، واحده خليتها على احمر، واحده خليتها على الابيض على الوجه الثاني، ورشيتها شويه مبروش. ان شاء الله تكون الوصفه نالت اعجابكم، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك، ولا ان التقيكم بوصفات ثانيه وسهله وسريعه. تحياتي لكم.